الجنيه المصري ينخفض أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 47 جنيه 31 قرش للشراء في البنك المركزي المصري. أهلا ومرحبا بكم في قناتكم. مع بداية عملة اليوم النهاردة الدولار رجع يتحرك تاني قدام الجنيه ويرتفع في عدد من البنوك المصرية، ودخلنا ناس كتير تسأل هل ده ارتفاع مؤقت ولا بداية موجة جديد؟ يلا بينا نبدأ في تناول الأسعار. سجل الدولار في البنك المركزي المصري 47 جنيه 31 قرش للشراء، 47 جنيه 45 قرش للبيع. أما في بنك كريدي أجريكول سجل الدولار 47 جنيه و43 قرش للشراء، 47 جنيه و53 قرش للبيع. في بنك الإسكندرية سجل الدولار 47 جنيه و33 قرش للشراء، 47 جنيه و43 قرش للبيع. في البنك التجاري الدولي سجل الدولار 47 جنيه و45 قرش للشراء، 47 جنيه و55 قرش للبيع. دي كانت آخر أسعار الدولار النهاردة في البنوك. لو حابب تتابع كل جديد في سعر الدولار والعملات اعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.